التسويق في السيرفيس ماركتينج ما يختلفش كتير عن تسويق البرودكتس او تسويق المنتجات المادية. يبقى تسويق الخدمات بيستخدم نفس الآليات بتاعة تسويق المنتجات. برضو بيستخدم ماركتينج ميكس، بيستخدم الماركتينج استراتيجي، بيستخدم بوزيشننج، وقبلها طبعا سيجمنتيشن وتارجتنج، بيستخدم نفس الآليات. بس السيرفيسز ليها طبيعة مختلفة بشكل كبير، زي ما اتكلمنا عنها ان السيرفيسز او الخدمات لا ينتج عنها امتلاك اشياء مادية او برودكت او منتجات بتتحدث عن نفسها يعني. وكمان الخدمات بيبقى ليها خصائص ليها علاقة بانها غير ملموسة، انها قابلة للفناء والتلف، ان مستوى وجودة الخدمة بتكون متنوعة، وان الخدمة جزء لا يتجزأ عن مقدم الخدمة. ومن هنا ده المدخل اللي الشركات بدأت تتكلم فيه او تؤمن بيه، وتستخدم مصطلح مهم جدا اسمه سيرفيس بروفيت تشين، او الحلقة اللي بتربط ما بين حاجات كتيرة جدا، بتربط ما بين الخدمة والربحية. يعني ايه سيرفيس بروفيت تشين؟ سيرفيس بروفيت تشين هي السلسلة اللي بتربط ما بين الخدمة والربحية للشركة اللي بتقدم الخدمة، وعلاقة ده بمدى الكواليتي والساتسفاكشن او رضاء الموظفين بتوع الشركة نفسها اللي هم مقدمي الخدمة، واللي بينعكس بدوره على العملاء او الكاستمرز، على الكاستمر ساتسفاكشن ولويالتي، فينتج عنه خدمة جيدة وبرودكتيفيتي وانتاجية وربحية وهكذا. يبقى ده موضوع هام جدا، ان السيرفيس بروفيت تشين ده لما ظهر، او الحلقة او السلسلة اللي بتربط ما بين الخدمة ومزودي الخدمة والشركة اللي بتقدم الخدمة بالكاستمرز والكاستمر ساتسفاكشن علشان يتحقق البروفيتابيليتي او الربحية، في حلقة بقى هي اللي بتربط الحاجات دي كلها. يبقى ده عشان يتحقق الموضوع بيبدأ من الموظفين بتوع الشركة او مقدمي الخدمة. وبالتالي لان زي ما اتكلمنا قبل كده ان الكاستمر او العميل هو جزء لا يتجزأ من الخدمة، واصبح احد منتجي الخدمة من خلال الكو برودكشن، فبالتالي في لازم يكون الحاجات دي كلها مرتبطة ببعضها، اللي هو جودة الخدمة مع الساتسفاكشن او رضا الموظفين عن الشركه واوضاعهم والانفايرومنت او البيئه داخل الشركه. وده هينعكس على ان الخدمه تكون جيده، وهينعكس على الربحيه والكاستمر لويالتي. فالموضوع كله بتلاقيه مرتبط ببعض من خلال حلقات او حلقه متكامله. ولانها سلسله متصله فبنلاقي ان الموضوع مترتب على بعضه. يعني السيرفيس بروفيت تشين بتبدا بانترنال سيرفيس كواليتي، ينتج عنها ساتسفايد اند برودكتيف سيرفيس امبلويز. الساتسفايد سيرفيس امبلويز دول بيقدموا جريتر سيرفيس فاليو، ده ينتج عنه ايه؟ ساتسفايد اند لويال كاستمرز، وبالتالي ينتج عنه ايه؟ هيلثي سيرفيس بروفيت اند جروث فور ذا كومباني. لو جينا لاول حلقه من حلقات السيرفيس بروفيت تشين اللي هي انترنال سيرفيس كواليتي، الاهتمام بجوده الخدمه داخليا يعني ايه؟ يعني داخل الشركه. عمرك ما الشركه هتقدم لك خدمه جيده غير لو كان الموظفين بتوعها او مقدمي الخدمه متظبطين. من الاخر بالبلدي يعني مفيش موظف او مقدم خدمة هيبقى مش مؤمن بشركته وطالع عينه ومتبهدل جوه ومش متدرب وحالته صعبة، وفي نفس الوقت هيكون واجهة جيدة للشركة او بيقدم لك الخدمة بكفاءة. عمرها ما هتحصل.
وبالتالي علشان الخدمة تتقدم لك كعميل بكفاءة جيدة لازم يكون فيه اهتمام داخلي بالبيئة الداخلية الخاصة بالشركة اللي هم الموظفين داخل الشركة. وبالتالي ده من خلال ايه؟ ده من خلال الاهتمام بالتريننج او تدريب الموظفين ببيئة العمل تكون بيئة صحية من حيث كل حاجة، من حيث المرتبات والعلاقات داخل الشركة وظروف العمل وغيره. لازم يبقى في سبورت او دعم من الشركة للموظفين اللي بيتعاملوا بشكل يومي مع العملاء. لازم يكون في رضا من الموظفين عن الجو العام للشركة. ده هيقود للحلقة التانية على طول اللي هي satisfied و productive service employees. لو انت مهتم بجودة العملاء الموظفين بتوعك اللي بيتعاملوا مع العملاء، ده هينعكس على العملاء على طول، ده هينعكس على التعامل مع العملاء. يبقى انت عشان انت مهتم بالكواليتي بتاعة البيئة الداخلية للشركة، بيوصل للحلقة التانية ان بتنتج عنه موظفين عندهم ساتسفاكشن ولويال وهارد ووركينج، اللي هم عندهم انتماء للشركة، راضيين عن الجو العام للشركة، بيشتغلوا بجد. اللي هينقلنا للحلقة الثالثة من التشين اللي هو جريتر سيرفيس فاليو. هتلاقيه ان هو بيقدم لك كاستمر فاليو كرييشن، بيقدم لك خدمة جيدة، بيقدر يوصل الخدمة بشكل جيد للعملاء. لما انت تروح كده لشركة اتصالات وتلاقي الموظف قاعد مبتسم مبسوط، أجواء العمل جيدة، الجو داخل فرع الشركة جيد، هو نفسه بيعاملك بحب كده وعايز يخدمك على طول، ده هينعكس ان هو بيقدم لك خدمة جيدة. بنوصل للحلقة اللي بعد كده اللي هي satisfied loyal customers. انت بقى لما انت عميل وبتروح تتعامل مع الشركة اللي موظفينها كويسين وجيدين واخدين تريننج حلو وبيقابلوك بوجه بشوش وظروفهم في العمل جيدة وبيقدموا لك او بينقلوا لك الخدمة بشكل جيد، اوتوماتيك على طول هتوصل ان انت هتبقى satisfied loyal customer، هتتحول الى عميل عنده ولاء للشركة وراضي عن الخدمة اللي بتقدمها الشركة. فمش هتشتري مرة واحدة، لا، هتتحول إلى عميل دائم عنده ولاء وانتماء للشركة دي، اللي بياخدنا للحلقة الخامسة من السيرفيس بروفيت تشين، وهي الهيلثي سيرفيس بروفيت اند جروث. اللي هو بما انك عميل، لو كل عميل اتحول الى لويال واتحول ان كل انه يعني مبسوط من اداء الشركه، بالتالي هيشتري باستمرار، فكل العملاء هيتحولوا الى عملاء لويال هيشتروا باستمرار، ده هينعكس على الربح وان الشركه تنمو. فزي ما انتم شايفين هي عباره عن سلسله من الحلقات، كل حلقه بتؤدي للتانيه. الموضوع بيبدا ب الموظفين المتدربين جيدا اللي بيتعاملوا في شركتهم كويس، اللي عندهم انتماء للشركة، اللي الشركة بتعمل لهم دعم، اللي بتقدم لهم هيلثي انفايرومنت. ده بينعكس ان هم بيقدموا لك الخدمة بشكل جيد، ولما هم بيقدموا لك الخدمة بشكل جيد فبالتالي انت هتتحول الى عميل. العميل ده هيبقى عميل منتمي، هيبقى لويال كاستمر. لويال كاستمر ان هو في فريكوانت بيرتشيزز او بيشتري باستمرار، او ريبيتد بيرتشيزز اللي هو شراء متكرر ومستمر. ده هينعكس على ربحية الشركة وانها تكبر وتنمو. وبالتالي من هنا ان لما يبقى في التيم ممبرز او الموظفين مبسوطين، ده هينتج عنه عملاء او هينتج عنه زباين مبسوطين. الزباين المبسوطين دول هيتعاملوا معاك بشكل او حجم الصرف وانفاق وشراء منك بشكل اكبر، وبالتالي هيتحولوا الى انهم مصدر اساسي للربح عندك، اللي هينتج عنه ان الشركه تكسب وتنمو وتستمر. فزي ما انتم شايفين موضوع السيرفيس ماركتنج ده حلقات متصله ببعضها، كل حلقه بتؤدي الى الثانيه فيما يسمى سيرفيس بروفيت تشين، خدمه وربح على هيئه سلسله من الحلقات.
دي عناويننا على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن او يسمعها عن طريق اوديو او يشوفها فيديو على اليوتيوب، بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.